حسبي الله ونعم الوكيل. اتحدى لو في اهلاوي كان متوقع انه هيكسب. السلام عليكم ورحمة الله. انهيار وجنون الإعلامي عمرو أديب على الهواء بعد فوز الأهلي القاتل على البنك الأهلي في الدقيقة 96، وطارق مصطفى مدرب البنك الأهلي يكشف تفاصيل خطيرة بسبب ما فعله مسؤولي الزمالك ومسؤولي بيراميدز معه قبل مباراة الأهلي. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد الفوز الماراثوني للنادي الأهلي على البنك الأهلي، ليؤكد النادي الأهلي صدارته للدوري، بينما في المباريات الأخرى فاز بيراميدز على بتروجيت. فقد صرح مدرب البنك الأهلي طارق مصطفى وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة مباشرة، وقال: لقد كانت مباراة مثيرة في كل شيء، ولقد تقدم النادي الأهلي بهدف رائع لإمام عاشور بعد تسديدة صاروخية، ونحن نجحنا في خطف هدف التعادل في نهاية الشوط الأول، ولكن التغييرات التي أبرمها عماد النحاس خلال الشوط الثاني هي من رجحت كفة النادي الأهلي في النهاية بعد أن خطفوا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وأعتقد أن الأهلي سيتوج رسميا في المباراة القادمة أمام فاركو، ويكفيه التعادل أو الفوز بغض النظر عن نتيجة بيراميدز في المباراة الأخيرة. وسأله صحفي وقال له: علمنا أن مسؤولي بيراميدز والزمالك مارسوا ضغوطات عليك من أجل الفوز على النادي الأهلي. فرد عليه وقال: أنا بالفعل تعرضت لضغوطات رهيبة من جانب مسؤولي بيراميدز والزمالك من أجل تحقيق الفوز على النادي الأهلي، من أجل تتويج بيراميدز بالدوري. وهناك رجل أعمال شهير زملكاوي والكل يعلم عن من أتحدث، عرض علي مبلغ كبير جدا وفيلا في الساحل الشمالي، كل هذا من أجل أن أحقق الفوز على النادي الأهلي، ولكني أغلقت الخط في وجهه لأنني مدرب أحترم نفسي وتاريخي، وأعتبر أن هذه رشوة ولن أقبل بذلك. فالنادي الأهلي بالنسبة لي مثل باقي الأندية، وألعب معه كما ألعب أمام الزمالك أو بيراميدز، ولكن النادي الأهلي اللعب أمامه صعب، فهو حقق كل الفوز في كل المباريات تحت قيادة عماد النحاس. ومسؤولي بيراميدز عرضوا علي لاعبين من بيراميدز ليلعبوا في البنك الأهلي مجانا الموسم المقبل، ولكن كان لهم شرط وحيد، وهو أن أحقق الفوز اليوم على النادي الأهلي، وأنا لا أعلم لماذا يفعلوا ذلك. وكلنا شفنا فضيحة عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز، فالأهلي يستحق صراحة أن يتوج بالدوري بكل جدارة واستحقاق. وفي النهاية شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.